بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايلكم بريفيو غريب شويه. النهارده هنعرض كتاب الاستاذ المتميز. هو كتاب سلسله الاستاذ وسلسله المتميز اللي هي في الملازم او الشيتات اللي بتنزل على الانترنت. عاملين زي ميكس كده السنه دي، وعملوا لنا كتاب الدراسات الاجتماعيه للصف الرابع الابتدائي 2024. وتعالوا نشوف هو شارح المنهج ازاي. نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه سعر الكتاب 115 جنيه، سعره معقول بالنسبه لاسعار باقي الكتب الخارجيه. الطباعة حلوة جدا. طبعا بيبدأ بالفهرس ومحتوى الكتاب وخريطة المنهج بتاعة الشهور وهكذا. بعد كده المحور الأول والوحدة الأولى. جايب بصراحة تصوير حلو جدا وورق خامته حلوة. بيشرح الدرس الأول عبارة عن إيه بقى، ده اللي أنا عايزة أوريهولكوا في الكتاب. أهداف الدرس، وبعدين عايز ايه تتعلم الخريطة والصور. وبعدين الخريطة، بيشرح الخريطة وعناصر الخريطة، المقصود بالخريطة وتعريفها وعنوان الخريطة. تمام. عنوان الخريطة، البوصلة، مقياس الرسم. وبعدين بيجيب مثال توضيحي. كمان بيجيب بعد كده شرح مفتاح الخريطة، شبكة خطوط الطول والعرض، وأهمية الخريطة، وشرح مبسط ولذيذ خالص. بعد كده الصور، طبعا عن طريق الجي بي اس أو الصور الفضائية، الخريطة، الصور الجوية. شوية تدريبات بقى، درب نفسك علامة صح وغلط، وبيراجع مجرد ملخص للموضوع في الأول. طيب، ملخص المتميز جايب عن طريق اسلوب تفاعلي، حدوتة بين ولد وباباه، وجايب الشرح بطريقة مبسطة ولذيذة بحيث ان تثبت في اذهانهم. برضو بيتعامل معهم على انهم لسه اطفال. طيب، بعد كده جايب لنا أنشطة الكتاب المدرسي، ودي برضو مهمة علشان نبقى عارفين ايه اللي في الكتاب، منبقاش محتاجين كتاب تاني نذاكر منه. وبعد كده يلا بينا نشتغل على الخريطة. بعد كده تدريبات المتميز، خاصة بالمتميز، مش موجودة في كتاب الوزارة. وتدريبات كتيرة صح وغلط واختيارات وهكذا اهو. طيب، انا بس هعرض اول درس وبعد كده هشرح لكم ايه اللي ورا في الكتاب. تمام. ماذا يحدث لو، وجايب كذا سؤال، وجايب جنب كل سؤال هو اتعرض في امتحانات امتى: القاهرة، اسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، وكاتب السنة. تمام. دي أسئلة حلوة جدا بحيث ان الطالب يوفي الدرس ويفهم ايه اكتر نقط مهمة في الدرس. طيب، بالنسبة لكل درس عامل نفس الحوار. انا بس عايزة اوريكم حاجة. في اخر الكتاب عامل 4 اختبارات عامة وشاملة على الكتاب من اوله لاخره. تمام. دي اختبارات المتميز برضو، 4 اختبارات. وبعد كده 5 اختبارات. تمام. بعد كده عامل مراجعة الكتاب المدرسي، نقلها، وجايب المراجعة على الفصل الدراسي الأول شامل. وجايب أول حاجة دي بقى اللي عجبتني جدا: المفاهيم، الكلمة وتعريفها ومفهومها ايه، علشان لو الولاد مش فاهمين معنى كلمة معينة بيجي في الاختيارات، وكل وحدة بحد ذاتها. تمام. دي حلوة جدا للي حابب يراجع بعض المصطلحات علشان يبقى فاهم كل حاجة. تمام. بعد كده جايب مشروع على الفصل الأول وشرح ازاي يعني السؤال رقم 1 اقرا الموضوع وهكذا، واكتب عنه، وجمع معلومات، وفكر ما المنتج، وهكذا ما الخطوات. اعرض المشروع قدام زملائك وهكذا. المشروع ده بيبقى في المدرسة غالبا، ويعني بناخد عنه فكرة لو يعني حابين، عن طريق ان احنا برضو بنستكشف ايه الأسئلة. تمام. بعد كده في مراجعة عامة على المنهج، والمراجعة دي عجباني جدا بقى، جدا جدا جدا، لأن برضو
فيها اختيارات وجميع انواع الاسئلة بجميع اشكالها. وبعد كده احلى حاجة اطلس، في خريطة وفي خريطة تانية كبيرة، قناة السويس وقناة سيزوس توريس، وفي كمان أطلس قارة القارة كلها، القارات كلها، وموقع مصر بالنسبة للعالم الكرة الأرضية. حلو جدا أطلس هنا. تمام. جميع الخرايط وخريطة محافظة المحافظات مصر كلها، والخريطة زمان وخريطة حديثا، خرايط كلها بالشكل ده. تمام. في هنا كمان اختبارات بقى الحلوة قوي في الكتاب، اختبارات الإدارات التعليمية. محافظة الجيزة كامل وشامل، محافظة القليوبية، محافظة الغربية، وهكذا جميع محافظات مصر، منوفية، وهكذا. وجايبين بطريقة الأسئلة وطريقة الإجابة ازاي. وكده نكون في الآخر الإجابات الاسترشادية بتاعة الحلول بتاع الكتاب. تمام. وبكده يبقى خلاص انتهينا من ريفيو الكتاب، وبصراحة هايل وجميل وعجبني. اعملوا سبسكرايب ومتنسوش تعملوا شير لاصحابكم اللي حابين يطلعوا على محتويات اي كتاب خارجي. عندنا ريفيوهات لاغلب الكتب الخارجية من اول KG1 لغاية رابعة ابتدائي. وبالتوفيق للجميع، مع السلامة.